امس انتوا اللي قلتوا هلا هلا، شوف انتوا قولوا هلا هلا. اليوم دوري لان هذه الاخبار اللي انا احبها. هلا 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 على الاخبار الجميله. لكن حاجه قبل التوضيح، كانسيلو وفيليكس انتهى عقدهم الإعارة مع برشلونة، ولكن برشلونة لحد الآن يبغاهم يكملون مع النادي، فشيء طبيعي النادي يطلع ويعلن انتهاء عقد إعارتهم. لا نطول يا حب، لا تشب بالك اللاعب. الخبر اللي نقول عنه مؤسف، في 9 لعيبة من الرديف غادروا الرديف، واغلبيتهم ادائهم لم يقنع نادي برشلونة، واللي معاهم باو فيكتور. هذا على الاغلب بيرجع برشلونة لان النادي يبغى يشتريه. العام الماضي كان معانا إعارة. 2 من فابريزيو رومانو يؤكد ان الموهبة توني فرنانديز لديه عروض كثيرة من أندية عديدة، ولكن وافق على تجديد عقده مع برشلونة. تعلم يا مارك، روح تشيلسي ونشوف آخرتها. 2 مدرب برشلونة فليك تدعى مارك برنال ليخوض التدريبات مع الفريق الأول يوم 10 يوليو، وطبعا ما نشيل من بالنا كاسادو اللي رسمي راح يكون مع الفريق الأول. 4 اتصالات بين برشلونة وأوناي هرنانديز من أجل تجديد عقد اللاعب واللي ينتهي في عام 2025، وهذا اللاعب عنده احتمال كبير انه يشارك مع فليك في الموسم التحضيري، وايضا المفاوضات معاه تمشي في الطريق الصحيح. الله يكثر المواهب ويصعدهم للفريق الاول. شيل